طبعا الاستهدافات التركية الأخيرة كانت استهدافات همجية بحتة تستهدف البنية التحتية، المراكز الخدمية للشعب، المدارس، مبنى البلدية، مبنى مجلس الناحية، مبنى الأسايش، الأمن الداخلي يحمي الأمن الداخلي للمواطنين. طبعا الاستهدافات كانت همجية بحتا كما ذكرنا سابقا، مباشرة ضد المدنيين، هدفهم الأساسي إرهاب الشعب لتفريغ المنطقة من أجل التغييرات الديمغرافية كما حصلت في رأس العين ومناطق تل أبيض. الاستهدافات التركية دائما تكون باسم الإرهاب للمؤسسات المدنية. طبعا الاستهدافات كانت للمدارس لتعليم الأطفال الصغار، والاستهدافات كان للبلدية قسم الخدمات اللي يخدم المواطنين من ناحية الكهرباء والماء والذي منه. استهدافات اللي كانت فرن كان يخدم أكثر من 15-16 قرية وخرجت من الخدمة. استهدافات كانت للقوى الأمن الداخلي الذي يحمي أمن الداخل للمواطنين على استقرار الأمن باسم الإرهاب. هذا يعتبر إرهاب ضد المؤسسات المدنية. طبعا نتيجة الاستهدافات الأخيرة كانت الأضرار المادية كبيرة، الأضرار المادية ما يقارب ال 400 إلى 500 منزل خارج الخدمة. بلدية الشعب الذي كان يخدم الشعب حاليا خارج الخدمة، مجلس الناحية الذي كان يخدم الشعب أيضا خارج الخدمة، قسم من مبنى الأسايش خارج الخدمة. كما ذكرنا سابقا الفرن أصبح خارج الخدمة. مركز ناحية زرقان المدينة الحي الغربي ما يقارب 300 منزل. طبعا المؤسسات بعد الاستهدافات الهمجية التركي للمؤسسات المدنية وتوابعها أصبحت عمل المؤسسات كشكل طوارئ. حاليا الزراعة شغالة، المحروقات، البلدية، المجلس الناحية، كل المؤسسات حاليا على عمل حالة طوارئ. أهالي زرقان بقي قسم ضمن المدينة، وقسم الثاني نزحوا إلى القرى القريبة من المدينة. عندما يصبح المدينة آمنة وقصف الهمجي قليل يعودون إلى المنازل، وعندما يصبح القصف كثيرا ينزحون إلى القرى القريبة المحاذية لزرقان. طبعا موقف مجلس ناحية زرقان وأهالي زرقان ضمن هاي موقف واحد ضد الاحتلال التركي ومرتزقته الذي يهدف إلى تغيير المنطقة. مطالبنا للمنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية والدول الضامنة لاتفاقية وقف التصعيد أن تتدخل وترى الأشياء على أمر الواقع.